قصة اليوم من أغرب القصص اللي سمعت في حياتي. كمل حتى الآخر. سنة 1992 في الدار البيضاء كان واحد شاب في عمره 18 عام، وكان هو الابن الوحيد عند والديه، والاب ديالو كان خدام في مدينة أخرى وكيجي للدار غير في الآخر ديال السيمانة. واحد النهار هاد الولد ما قراش واحد الحصة في المدرسة ورجع للدار بكري. كان موالف فيما كيدخل للدار كيقلب على الام ديالو واش في الكوزينه ولا في الصالون. هذاك النهار بالضبط دخل قلب عليها وما لقاهاش، قال يمكن الوالده راه عيات وناعسه في بيت النعاس، غنمشي نشوفها. كيوصل للباب وكيفتح بشويه وكيشوف ابشع منظر في حياته. غادي يلقى الام ديالو في وضع مخل للادب مع راجل واحد اخر. وما نقولش لكم الشعور ديال هذا الولد وهو كيشوف امه كتخون في بواه مع راجل واحد اخر وفي قلب الدار. بطبيعه الحال ما عمره تخيلها في حياته. اول حاجه غادي يفكر فيها مع شافهم مشى نيشا الكوزينه هز موس وجا لعندهم. هذاك الراجل شافه وقف عليهم وفي يده موس كبير وحاول يهرب، وهو كيجري يوصل للباب حس بالطعنه جاتو من اللور، وهذاك الولد بدا كيطعن فيه من اللور طعنه مور طعنه في ظهره وفي عنقه حتى الراجل طاح للارض. والام كتغوت وغادي تموت بالخلعه. دخلت وهي تسد عليها في واحد البيت. الولد شاف هذا المنظر ما تيقش انه ارتكب جريمه قتل، كان غادي يموت بالخوف. المهم من بعد ما وقع هذا الشيء بدا كيفيق من ديك الحاله الهستيريه اللي كان فيها، وكيشوف الدنيا كلها عامره بالدم، وقدامه جثه ديال الراجل اللي كان السبب في القتل ديالو. لاح الموس من يده، حل الباب وهرب. الام ديالو اتصلت بالزوج ديالها وحكات ليه على كل شيء هادشي اللي وقع. جا للدار اول حاجه دار هي بدا كيقلب في الراجل واش مات ولا مازال حي. حط يده على قلبه لقاه مازال كيضرب، يعني مازال حي. هز التليفون واتصل بواحد الصديق ديالو قال له عتقني وجيب لي الطوموبيل ديالك واجي دابا تكون عندي حتى توصل ونشرح لك. وصل صاحبه شاف ديك المصيبه اللي واقعه قال له عتقني انا مزاوق فيك، عاوني نتفكوا من هاد الجثه. وفعلا صاحبه من بعد ما تخلع وتردد في الاول قرر باش يستروا وعاونوا باش يهزوا الراجل ويلوحوه في شي خلا. لواو عليه واحد الثوب بيض كبير وداروه في الكوفر ديال الطوموبيل ومشاو. قالوا مع راسهم ان الراجل رغم انه مازال حي ولكن دوك الطعنات اللي فيه راه كانت غارقه وخطيره بزاف والدم ما بغاش يحبس منه، يعني الراجل باينه ميت ما فيهاش شك. وصلوا لواحد الخلا والدنيا خاويه وفي نص الليل ما كاين حتى واحد، رماوه تما ورجعوا بحالهم. من بعد شي 2 سوايع ولا 3 كان دايز واحد الراجل من تما وكتبان ليه شي حاجه ملويه تما في الثوب، وهذاك الثوب عامر بالدم. ما ترددش انه يقلبه وكيلقى الراجل كله مضروب ولكن مازال حي، وكيهزو وكيجري به للسبيطار. اول ما وصل عند باب السبيطار الراجل مات، وكل شي ساق الخبار وعمرات الدنيا بالناس. وجاو البوليس وكيسولوه في لقيتي هذا السيد؟ لقيته مرمي في المكان الفلاني. حاولوا يهزوا البصمات ويتبعوا الاثار ديال الطوموبيل اللي لاحتو تما ولكن والو، ما قدروش يوصلوا لحتى شي نتيجه. قدروا يعرفوا الهويه ديال الراجل ولكن شكون لاحو تما فين كان شكون اللي طعنوه ما قدروش، وداك الشيء علاش سجلوها قضيه ضد مجهول. والولد اللي قتلو هرب واحد المده ومن بعد رجع للدار واتفقوا باش الموضوع يبقى سر بيناتهم. والراجل بطبيعه الحال من بعد ما وقع هذا الشيء كامل طلق مراته، ولكن واخا طلقها الموضوع بقى سر بيناتهم، والولد بقى عايش مع الام ديالو. ومشات ايام وجات ايام وداز العام الاول والعام الثاني ونساو الموضوع. المهم حتى دازت 8 سنوات القضيه تنسات ورجعت الحياه طبيعيه، ولكن المنظر اللي شاف الولد والوضع اللي شاف فيه الام ديالو مع داك الراجل ما بغاش يتنسى ليه وبقى لاصق ليه في الذاكره. وداك الشيء علاش من نهار وقعت الواقعه والمعامله ديالو مع مو تبدلات بدرجه كبيره، ما بقاش كيحترمها وطاحت ليه من عينه، ولا ديما هو وياها مخاصمين. فيما يتعصب عليها كيقول لها حتى تكوني بعدا امراه محترمه وشريفه واجي دوي معايا ديك الساعات. ديما كيتعمد يفكرها ويخليها تحس بالذنب، وكان في صراع داخلي لانه قبل ما يوقع هذا الشيء كان بار بالام ديالو ومرضي معها وكيحترمها، ولكن داكشي اللي شاف بعينه دمره نفسيا وخلاه ما يبقاش يحترم الام ديالو بصفه نهائيه. حاولت توصل ليه فكره انها تابت وندمات على داكشي كامل اللي دارت ولكن
والو. المهم واحد النهار كيف ما العاده تخاصموا بيناتهم، وبدا كيسبها ويعايرها ويفكرها بداك الشيء اللي وقع. ما قدراتش تصبر وهي تعطيه واحد الضربه للوجه، وهو ما شعرش براسو وهو ينوض وبدا كيضرب فيها. وفي الوقت اللي وقع فيه هاد الروينه كامله غادي تقول له شي كلام اللي غادي يصدمه واحد الصدمه اللي غتنسيه في كاع داك الشيء كامل اللي وقع. اسمع مزيان اشنو قالت ليه. قالت ليه انت من شحال هادو كتعايرني بهذاك الراجل اللي حصلتيني معاه واللي انت قتلتيه بيديك. واش عرفتي هذاك شكون؟ هذاك هو الاب ديالك الحقيقي. هذاك الراجل كنت مزوجه به وطلقت منه وانا حامله بك، ومني ولدتك ما بغاش يسجلك بسميتو، وتزوجت بهذا الراجل الثاني واللي هو اللي سجلك بسميتو. ومني وقع اللي وقع وطلقت انا وياه صارحته وقلت له هذاك اللي خنتك معاه هو الزوج الاول ديالي واللي هو الاب ديالك، ولا ما تقتيش بيا سير سولو. الولد في هذه اللحظه صرات لسانه والارض بدات كدور به، وفعلا مشى عنده قلب عليه وتلاقى معاه وسولو، وهو يجاوبه وقال ليه داكشي اللي قالت لك الام ديالك راه بالصحه ولدي، وهذاك اللي دفنتو 8 سنين هادي راه الاب ديالك الحقيقي، وانا ولدي راني كنت غير مربيك. يا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. تخيلوا معايا دابا الصدمه ديال هذا الولد، لا من ناحيه الام ديالو اللي شافها بعينيه وما قدرش ينساها، ولا من ناحيه الاب ديالو اللي صدق ماشي هو الاب ديالو الحقيقي، ولا من ناحيه الاب ديالو الحقيقي اللي قتلو بيديه. صراحه موقف لا يحسد عليه، لا اله الا الله. اي المهم باش ما نطولش عليكم، من بعد ما وقع هذا الشيء كامل قرر باش يمشي يعترف للبوليس بكل شيء على راسو وعلى الام ديالو وعلى الزوج ديال الام ديالو، وحكموا عليه ب10 سنين، والام ديالو والزوج ديالها حكموا عليهم ب3 سنين الواحد. كانت هذه هي النهايه ديال القصه. بالنسبه لي كنتي مازال ما دايرش ابوني دير معاك شي ابوني وخليوا لي شي جيم وبارطاجيو القصه مع اصحابكم. كان معكم عمر، في امان الله. سلام شباب، كنتمنى تكون عجبتكم القصة وكانت فرجة ممتعة. بصراحة كانت قصة مؤثرة بزاف، أثرت فيا شخصيا. المهم بالنسبة للناس اللي بغاو يشاركوا معايا القصص ديالهم باش نحكيها في فيديو، هذا هو الانستغرام ديالي، كتب عمر العسال غادي يطلع لك الحساب ديالي، صيفط لي ميساج نتشوفوا تما. تبقاو على خير، مع السلامة.